عمرك فكرت ليه مهما كان في مشروبات غازيه تانية الناس برضه بتفضل كوكاكولا؟ الموضوع مش صدفه، ده تسويق عبقري. اهلا بيك، انا ابراهيم وبقدم لك مساحه للتسويق وشويه تريكات تزود بيها فلوسك. اول حاجه بتعملها كوكاكولا اللعب على العاطفه. كوكاكولا مش بس مشروب، ده رمز للسعاده واللحظات الحلوه. حتى في اعلاناتهم دايما بتوريك ناس بتضحك وبتنبسط وكانك مش بتشرب حاجه، انت بتعيش تجربه. تاني حاجه القوه في اللون والشكل، يعني مثلا اللون الاحمر بيدي احساس بالطاقه والحيويه، وكمان بيفتح الشهيه. حتى لو حاسس شكل الازازه نفسها، مجرد ما تشوفها في اي مكان بتعرف انها كوكاكولا من غير ما تفكر. تالت حاجه اللعب على الحواس، صوت الفتحه لما تفتح العلبه، الفقاعات حتى اللي بتطلع، حتى الاعلانات بتاعتهم اللي بتركز على اللحظه دي، كل ده بيخليك مرتبط مع المنتج نفسيا. رابع حاجه وهي حيله بتستخدمها كوكاكولا، وهو عنصر انها نادره. يعني مثلا فاكر حمله شركه كوكاكولا مع اللي كانوا بيحطوا فيها اسامي على الازاز بتاعتهم؟ الموضوع ده خلى ناس كتير بتدور على اسمها على الازازه، ومن غير ما تحس انت بقيت بتشتري. في اي مكان هتروحه هتلاقي اعلانات كوكاكولا، في الشوارع، في التلفزيون، في السوشيال ميديا، وحتى في بطولات الكوره. دماغنا حاليا بقت بتربط كوكاكولا باي لحظه حلوه، وكل ما تحس بالعطش اول حاجه هتفكر فيها هي كوكاكولا. ولكن في النهايه خليك فاكر ان شرب المشروبات الغازيه مش صحي، وفي النهايه التسويق مش مجرد بيع منتج، التسويق هو انك تخلق تجربه وتخلي العميل متعلق بيك من غير ما يحس. وانت كمان ممكن تستخدم نفس الاساليب دي في شغلك. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تتابعني وتشاركني رايك في التعليقات. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.